خلاص يا سيدي، هنحترم شخصيته ونسعى لبناء هويته ونديله استقلالية شوية ونخفف من سيطرتنا عليه. نعمل ايه بقى عشان نحقق اللي انت بتقوله؟ علشان نبني شخصية أولادنا المستقلة وعلشان يكون لهم هوية مستقلة عننا، محتاجين أول حاجة إن احنا نغير لغة الأوامر اللي بنديها لهم كل يوم ونحولها للغة اختيارات. اختار تعمل ده أو ده، ونديله مساحة إنه يختلف عننا. اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ويكون في ما بيننا حكم، أو نروح أنا وهو نبحث عن الحقيقة فعليا. بدل ما انت كل كلامك اوامر، اديله مساحه انه يختلف عنك، اديله مساحه انه يكون له رايه، اديله مساحه انه يختار اللي هو عايزه في الحاجات اللي تخصه، اللي ما هياش امور فيصليه، زي هدومه، زي اللعبه اللي بيحبها، زي المكان اللي حابب ان هو يخرج فيه وما الى ذلك. خلي بالك، الحاجات دي كلها هتفرق في شخصيه ابنك، وهتخليه يتحول من شخص عنيد لشخصية مسؤولة عن نفسه وعن قراراته، من شخص ملهوش رأي ومنساق مع أصحابه لشخص يعرف يقول لأ. تابعونا مع احتياج جديد بكرة إن شاء الله. سلام عليكم.